اللي قدامنا ده سمعة أو إسماعيل ياسين، واحد من أهم نجوم الضحك في مصر، واللي كانت حياته لغز حير جمهوره وهو عايش وهو ميت. بداية إسماعيل ياسين كانت رفض من الجميع إنه يكون مطرب، ولكن إصراره جعل منه إسماعيل ياسين نجم الكوميديا المصري. تخيلوا إن سمعة لو كان عايش كان بقى عنده 104 سنة. أيوة، 104 سنة، ما هو مواليد 1920. بالرغم من انه رسم الابتسامة على وجوه الجميع، الا انه في ناس انهت مسيرته بالحزن والافلاس والجلوس في المنزل دون عمل. التفاصيل دي من لقاء مع السيدة سامية شاهين، زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين ابن الفنان الراحل. قالت إن بداية مأساة إسماعيل ياسين هي قعدته في البيت دون عمل، وتردد شائعات إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو السبب في ذلك، إلا إن السيدة سامية نفت الكلام ده تماما، وأشارت إلى إن إسماعيل ياسين كانت تربطه علاقة صداقة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان دائما بيحرص على اصطحاب نجله ياسين إلى منزل الرئيس عبد الناصر علشان الطفل ياسين يلعب مع أبناء الرئيس الراحل اللي كانوا في نفس السن. وأوضحت إن عبد الناصر كان صاحب فكرة أفلام إسماعيل ياسين في الجيش علشان يحبب الشعب في الجيش بعد الثورة. قالت كمان إن السبب في اللي حصل لحماها إسماعيل ياسين، زي ما أخبرها زوجها الراحل، هو مراكز القوة اللي اضطهدته علشان ظهور أشخاص آخرين في الوسط الفني، وأشارت بهروب المنتجين من أعماله بدون سبب معلن. أوضحت السيدة سامية شاهين إن إسماعيل ياسين وقتها سافر للبنان لاستكمال مسيرته الفنية، قدم هناك شوية إعلانات وتهاجم من الجميع، قالوا عليه إن فنه هبط، رغم إن فنانين كتير عملوا إعلانات في لبنان من زمان ولحد دلوقتي. وده بيؤكد إن سمعة سبق عصره، وقدم كمان مسلسل تلفزيوني عاد بعدها إلى مصر. بتقول كمان إن إسماعيل ياسين اتفاجئ إن رصيده في البنك اختفى 300 ألف جنيه بح، وللأمانة ملقاش منهم إلا جوز جنيهات، ولما استفسر قالوا إن الضرايب حجزت على رصيده. وهنا حس إسماعيل ياسين بخنقة، روح بيته اكتشفوا إنه أصاب بشلل نصفي، وبعد لما خف اشتغل في كباريهات علشان يصرف على نفسه وعلشان يقدر يعيش. كان آخر أعمال إسماعيل ياسين إنه شارك أخيرا في فيلم الرغبة والضياع اللي جاء أخيرا بعد طول انتظار، وكان من بطولة رشدي أباظة، لكن ما كملش الفيلم نظرا لوفاته. اتوفى بعد تصوير 4 أيام فقط من الفيلم. اتوفى إسماعيل ياسين سنة 2008 وعمره كان 59 سنة. رحم الله الفنان إسماعيل ياسين اللي ضحك المنطقة العربية كلها، واللي إفهاته لحد دلوقتي ترند. الله يرحمك يا سمعة.